اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا بقى هنبتدي النهارده يومنا بقى جديد كده من أوله. وقبل ما نخش على الفيديو طبعا ما تنسيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وعايزاكم تنزلوا تكتبوا لي كومنتات يا جدعان علشان انا عايزه اتشجع لليوتيوب. اليوتيوب ده يعني مقصره في حقه جدا جدا جدا، فعايزه كده اتشجع وابدا بقى انا اصور اليوتيوب، لاني مكسله خالص 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 عنه. وزي ما انتوا شايفين كده هبتدي اليوم بسلق كرومب. انا كان عندي الكرومبايه دي بقالها يومين، وكنت بصراحه ما اكدبش عليكم كنت كسلانه جدا ان اسلقها وان اعمل محشي وكنت سايباها. فقلت يا بنت قومي كده تنشطي بدل ما تبوظ خساره. انتوا شايفين طبعا اسعار عامله ازاي، فبدل ما تبوظ خساره قومي يا بنت اسلقيها واعملي حله محشي كده. يا سلام، هي صحيح هتدفينا بس الجو بدأ يبقى يحرر والجو بدأ يبقى صعب جدا. بجد الجو حرر من غير سابق انذار، فجأة كده صحينا من النوم الجو حر. امتى الجو حر ده ما نعرفش، احنا فجأة كده لقينا الجو بقى نار. بس احنا بسمع ان الجو تاني هيقلب، فقلت ما دام سمعت ان الجو هيقلب لا قومي يا بنت اعملي لك حلة محشي. جايز الجو يقلب معاكي يبقى اتدفيته. حتى لو الجو ما قلبش انا اصلا كده كده بحب المحشي، سواء بقى صيف سواء شتاء، هو المحشي ده عندي استمتاع. المهم زي ما انتم شايفين بقى جبت الكرنبايه العسل دي وبدات بقى ان انا اسلقها. انا بحاول احط الكرنبايه كلها في الحله عندي، عايزه انجز، عايزه اخلص، لسه هعمل ورقه بورقه، لا انا عايزه انجز. بحاول احطها، بس طبعا مش متك عليها جامد علشان ما تتقطعش مني. بحاول ان انا احطها في الحله كده واسلقها. وطبعا ما بتتسلقش، تيجي تتسلق الكرنبايه دي يا دوبك بس بتسقطيها في الميه، مش اكتر من كده. وسلقتها بقى وخليتها زي الفل وبصفتها، وبعد ما صفتها غسلتها غسله كويسه جدا تحت الحنفيه، تحت الميه الجاريه يعني. وبدات بقى ان انا اعمل حاجه المحشي اللي هي حاجه المحشي. طبعا اول حاجه التسبيكه. جبت بقى الحله بتاعتي وحطيت فيها شويه زيت. المحشي بيحب الزيت زياده السنه، عايزين تزودوا زيت اكتر من كده زودوا. انا بصراحه حاولت على قد ما اقدر ان انا اقلل من الزيت عندي. ف جبت بقى زي ما قلت لكم كده الحله وحطيت فيها شويه زيت، ونزلت عليها ببصلايه محترمه كده مفرومه. ابدا بقى اشوح البصلايه بقى، اجيبها يمين واجيبها شمال لحد ما تدبل معايا. وهنزل عليها بقى بعصير الطماطم عشان بعمل تسبيكه كده نار، ما اقولكوش حاجه كده جامده جامده جامده. يا سلام يا سلام بقى لما تتسبك يا خراشي. طبعا انا عملت معاكم محشي كتير جدا، وطبعا يعني اللي متابعني عارف انا بعمله ازاي. فاذا كان حد متابعني يعني قناه واقعه خالص، عايزين بقى القناه تشجعوني بجد علشان اليوتيوب انا كنت مقصره في حقه بقالي اكتر من سنه. يعني كنت شغاله في الايام اللي فاتت دي في كواي، فكنت بصراحة راكنة اليوتيوب ركنة جامدة جدا جدا. بصوا بقى انا بجيب شوية من التسبيكة اللي انا بعملها النار دي الجميلة دي، اللي بحط فيها شوية بقدونس وكزبرة وتسبيكة المحشي اللي هي الطماطم. بقوم جايباها واقوم واخدة منها معلقتين، واقوم جايبة كام بضاية فقشهم فيها، وبحط فيها بيكنج صودا، رشة خفيفة خالص من بيكنج صودا، ورشة فلفل اسمر ورشة ملح، وبحطها في الفرن. بتعمل عجة بيض رهيبة 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 بجد. انا قلت بقى البنات عندي كانوا نايمين، قلت بعمل لهم العجة دي علشان يصحوا من النوم كده يفطروا منها. عايزين ياكلوها حاف بياكلوها، عايزين ياكلوها بعيش براحتهم. بصوا بقى انا جبت الحلة اللي انا كنت مسبكة فيها، وبعد ما فضيتها بقى من التسبيكه بتاعتها قمت جايباها وحطيت فيها بقى عيدان الشبت وبقدونس والكزبره الخضره المحشي. وبعدين نزلت عليها باللحمه نيه. هتقولين اللحمه هتستوي هنا؟ صدقوني هتستوي وهتبقى زي الفل وهتبقى عسل. جبت بقى اللحمه نيه وحطيت فيها شويه ملح وشويه فلفل اسمر، بهرتها ورصيتها كده في قاع الحله. وبعدين حشيت المحشي بقى فوقيها. يا سلام، طعم اللحمه مع تسوية المحشي كأنها مشوية وفظيعة. طبعا بقى حشيت اهو زي ما انتم شايفين المنظر النهائي يا جدعان، يا جدعان شايفين المنظر النهائي؟ يا خرابي على جمالها، يا خرابي على جمالها، فظيعة والطعم جبار. اللحمة بجد بجد مستوية جدا.
ومعاها بقى شويه مخلل كده، انا المخلل ده عاملاه في البيت عندي، مخلل لفت رهيب. شايفين بقى الكارثه دي؟ كل ده هيتعمل وهيتظبط، اصبروا اصبروا. بالرغم ان انا قبل ما بطلع من المطبخ ببقى مشطبه مواعيني. بعد الغدا معرفش بيحصل ايه، يعني مجرد ما اقعد مثلا ساعة ونص او ساعتين كده مع البنات مع محمد جوزي، فاشرب شوية شاي، اشرب شوية قهوة، شوية عصير، اي حاجة عندي يا دوبك بس بعمل، يعني اقعد ساعتين اريح يا جدعان اريح. اخش المطبخ الاقي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا فنجان قهوة مدلوق، يعني من محمد جوزي هو اللي دلقه. طبعا الرجاله انتوا عارفينهم، مفيش حاجة بتفضل في مكانها. والبنات عندي مثلا عايزين يشربوا كوبايه ميه، انا البنات عندي لما بيبقوا عايزين يشربوا كوبايه ميه، يعني رودي بنتي بتقوم جايبه كوبايه الميه بتقوم حطها على الرخام على طول، ما بحطلهاش تحطها في المطبقيه. لو كوبايه ميه لازم اغسلها. فعشان كده تلاقيهم بيتجمع عندي مواعين متلتله. فدلوقتي بقى هم عموما ما بياخدوش 10 دقايق في ايديا، بغسلهم وبصفيهم وخلاص. بس بجد هو ايه حكايه المواعين معانا يا جدعان؟ يعني هو في ايه؟ الواحد بيبقى طالع من المطبخ زي الفل، زي ما فيش 10 دقايق تلاقي المطبخ فيه مواعين تاني في الحوض. هو ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ المهم بقى زي ما انتم شايفين كده بغسلهم، مباخدوش في ايديا حاجة الحمد لله. يمكن انا بجمع عندي مواعين كتير في ثانية، لاني زي ما بقول لكم رودي حتى لو بتشرب كوباية مية ما بخليهاش تحطها في المطبخ، لازم تحطها على الرخام عشان اغسلها تاني. فلو قعدت ساعتين لازم المطبخ عندي يبقى فيه مواعين كتير. المهم بقى، بس الحمد لله الحمد لله، مجرد ما بتقومي الواحدة، مجرد ما بتقوم وتشوف اللي وراها بتخلص كل حاجة في ثانية الحمد لله. ربنا يدوم علينا الصحة اللهم امين والستر وراحة البال انا وانتوا اللهم امين. انا خلاص كنت خلاص بقى ايه، شطبت اهوت المواعين في اواخرها. وهمسك بقى الايه ده بقى، حلة كان فيها لبن فبحب انقع الحلة اللي فيها اللبن شوية. ونضفت الحوض وخليته زي الفل، وغسلته وخليته ما اقولكوش روعة. هنا بقى كنت رحت لمامتي، فجبنا عشاء بقى من بره، انا وماما ومحمد كلنا يعني كنا اتعشينا عند ماما. بس كان والدي ما كانش موجود فما عملناش حسابه. التوقيت ده بقى كان الساعة أولى 10 كده. ف اتعشينا وكان الحمد لله عشاء حلو ده من كريبات وسندوتشات كبدة وايه تاني، كريب سويت فيليه، وكريب تاني تشيلي كريسبي، وصوصات بقى جبنة ومايونيز وكاتشب وحاجات زي كده، والبيبسي طبعا اساسي.